يتحمل مسؤولية كلامه، واللي قال يعني ربما شيء يتحمل مسؤوليته كما حسين الراقد اللي ربما البارح وقع فهمه فهم غلط وفهم مش في محله، على اعتبار أنه هناك من اعتقد أن حسين الراقد كان يتمنى الهزيمة للمنتخب الجزائري. باش نحط الأمور في إطارها نرجع للتصريح كما هو بدون رتوش، ثم نرجع ونعلقوا في البلاتو. ناقصك كان طيب لداخل. سخانة ريت. T'as vécu le même voyage que nous alors. C'est comme ça. Mais Inch'Allah ça va aller, on va bien récupérer et puis voilà. Vous aussi récupérez bien. الجزائر خاسرة بلاش ملحق. زاد افول وما يربح. يربح ان شاء الله يربح افول. C'est dommage pour Zaïre, bon, ils ont toujours leur destin en main, mais ça serait bien que l'Algérie se qualifie. بصراحة ماذا بينا نرتاحوا منهم توا باش ما يجوناش دومي فينال. Non, والله ça serait bien نلعبوا ضدهم علاش لا. C'est une bonne équipe, حتى الغانا وكل شيء, c'est une belle poule. Il y a pas de truc. Moi je serais content que l'Algérie gagne et je suis content que Inch'Allah Foul aussi يترشح. تقريبا الصورة كانت واضحة، قال دوماج وكان الجزائر خاسرة، ونتمنى تربح الجزائر ونتلاقى معها. أكيد الأمور واضحة، يعني رفعا لكل التباس. سمير، وبما أنك علقت البارح على هذه اللقطة، فاللقطة كما هي، ماذا بنا تعليق آخر إضافي أو تصحيح خلينا نقول حتى نعطي لقيصر ما لقيصر. اي توا الصوره واضحه بالنسبه للراقد من خلال تصريحه، واكد انه يتمنى انه يلاقي المنتخب الجزائري ويتمنى الخير للكره الجزائريه، ويقول انه المنتخب الجزائري منتخب عتيد وقوي، وهذا اللي نستناوه من لاعب متخلق كما الراقد اللي اكد انه مره اخرى من تينه الكبار، لاعب ممتاز جدا. احنا والجزائريه خاوه كما يقولوا هما الجزائريه ونحبهم بزاف، وبالتالي الراقد يحب الجزائر، يحب المنتخب الجزائري، وربما فهمناه بمفهوم آخر، ولذلك نعتذر للراقد مرة أخرى، ونعتذر للخيانة الجزائرية كذلك إذا كان فهموا بصورة أخرى. التوانسة الكل لا إخوان الجزائريين نصحوا لهم الوضع على اعتبار أن المعلومة وصلت بطريقة غير واضحة، ونقولوا أنه حسين الراقد معناها لاعب متميز ومتخلق ويحب كرة القدم التونسية ويلعب بقلبه، ولكن يحب كذلك الجزائر لانه وخيان احنا والجزائريه وخيان دونك، وقد تمنى ان يكون المنتخب الجزائري في المربع الذهبي مع المنتخب التونسي في هذه